النادي المصري علاقته بشعب بورسعيد مش علاقة جمهور بيشجع نادي، لا هي علاقة تاريخية من زمان، من أيام احتلال إنجليزي واحتلال فرنساوي، أيام عدوان ثلاثي على مصر. كان النادي المصري ده أحد أساليب مقاومة عدوان. فالكلام ده مش إذا دي مش علاقة بقى فرقة وجمهورها بيشجع، لا دي علاقة يعني قديمة أزلية. اتولدت لقيت والدي الله يرحمه بيحب النادي المصري، خلاص وأنا بحب النادي المصري حتى لو ماليش في الكوره، لكن هو وجود النادي المصري في كيان شعب بورسعيد ده موضوع ملوش علاقه بالكوره. كان في فتره او في مرحله كانت مهمه جدا في حياه بورسعيد، وكان لها تاثير على بورسعيد في حاجات كتير. موضوع النادي المصري والنادي الاهلي وما حدث به من تداعيات، والله يرحمهم، وفيات واصابات وناس عوقبت وناس في السجن، وطبعا اثاره السلبيه على بورسعيد نفسها، ان بلد تحس انها معزوله. كانت في خلال فتره معزوله. احنا عندنا امل ان النادي المصري السنه دي يشترك في الدوري. الحمد لله اصرينا بمجموعه من الشباب اللي كانت موجوده، سواء مجلس اداره النادي او المدير الفني. ما ننساش الكابتن صبري المناوي كان موجود، الجمهور اللي كان موجود الحقيقه شجع اللعيبه، مجموعه اللعيبه برضه الحمد لله يعني كلهم تقريبا استجابوا لندى النادي المصري وادوا اداء كويس جدا خلال الفتره الاولانيه. يمكن حصل، هي مش كبوه، لكن حصل تعديل كده في الجهاز الفني. الكابتن صبري المنياوي انهى خدمته بالسلامه وغادر. جه الكابتن انور سلامه، انا اعتقد انه برضه ماشي بنفس النمط، ويمكن كان في تعثر في النتيجه خلال الاسبوعين اللي فاتوا، لكن الحمد لله بدات تتحسن. شايف ان المجمل في رضا عن مجلس الاداره اللي هو تم تعيينه، وبرضه شايف ان هم بيقدموا في مصلحه النادي. فقد تكون النتائج عكستهم شويه الفتره الاخيره، لكن ان شاء الله تتحسن. ويعني حتى لو ما حققناش نتائج كويسه السنه دي في الدوري، الا ان النادي المصري عاد حتى انتهى بقى موضوع العقوبه والايقاف، ويبقى النادي ان شاء الله يعود للوضع الطبيعي ان شاء الله. موضوع الدعم ده صعب شويه، لانه طبعا ما فيش موارد، ما فيش جمهور، ما فيش دخل للنادي، وده يمكن على مستوى الجمهوريه كلها مش بورسعيد بس. لكن يعني الحمد لله على قد ما بنقدر مطالب النادي المصري يعني بنحاول نلبيها. انا عارف ان مش بنلبيها بنسبه يعني حتى ولا 70%، الا اننا بنحاول نلبيها. موضوع ان احنا نعمل اعلانات الحمد لله بدانا فيها بحيث تدر عائد على النادي المصري. موضوع المحلات عند الملعب الفرعي، او ان احنا نخصص ارض عشان يتعمل نادي اجتماعي، برضو الحمد لله خصصنا وخدنا بيها موافقه مجلس تنفيذي، وطبقا للقانون بعتنا لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء عشان نجيب بيها التصديق، يبقى الموضوع قانوني. فدي برضو هتعمل ان شاء الله انتعاشه كويسه للنادي المصري.